بس جيت أطمنكم، لأني أشوف إن حق علي وعلى أهلي إني أطمنكم. أصلا كثير ناس مو بعرفين إيش صار معها، بقول لكم إيش صار معها بس باختصار مرة. طبعا يا جماعة، شهد عندها ربو من وهي صغيرة، وهذه المشكلة يعني اللي صارت لها ذاك اليوم كان انتكاس لحالتها، يعني ما كان شيء فجأة، بس كان عندها ماء في الرئة وما حد كان عارف هذه المشكلة. ف هذا دهور حالتها ووقف عندها النفس، بعدين توقف عندها القلب. بعد ما نقلوها المستشفى طلعت متوفية لها 6 دقايق. سووا لها انعاش تقريبا 3 مرات. بعد الانعاش دخلت غيبوبة. وتخيلوا من الساعة 1:30 إلين الساعة 8 صباح عشان يكتشفوا إن عندها ماء في الرئة، فحطوا لها أجهزة وشالوا هذه السوائل. طبعا النفس كان نازل عندها 30، وبعد ما شالوا السوائل من الرئة ارتفع الحمد لله. طبعا الحين حالتها تحت تخدير، مخدرة تخدير كامل في العناية، يعني على الأجهزة هي بس الآن، يعني هي الآن في العناية تخدير كامل تحت الأجهزة. والدكتور مو براضي إنه يعني لمصلحتها إنه ما راح يشيل الأجهزة عنها ولا راح يفك التخدير إلا تدريجيا، وهذا الشيء بيبدون فيه يوم الأحد. وقتها احنا بنعرف إذا لا سمح الله تأثر عندها أي شيء في المخ والأعصاب، السمع، النظر، أي شيء في الدماغ، ولا حالتها كويسة، أو يعني بنشوف استجابتها إذا في شيء تأثر عندها ولا استجابتها كويسة، وإن شاء الله يبشرنا.